عايزه اتكلم معاكم في حاجتين مهمين قوي 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 بمناسبه ان احنا خلاص بدانا الموسم الدراسي والتاسيس، وعندنا اطفال كتير جدا لسه داخلين اول مره يمسكوا القلم واول مره يبداوا تاسيس ونبدا معاهم المرحله السنيه دي. اول حاجه هي مسكه القلم. ما ينفعش اعلم ابني يمسك القلم ازاي من غير ما اتاكد ان عضلات الانامل اللي هي العضلات الصغيره العضلات الدقيقه قويه عشان ابني يقدر يمسك القلم بيها. دي حاجه. تاني حاجه، لو انا ولسه بدرب ابني على مسكه القلم ومحتاجه انه انا اساعده، يا اما بمسك الايد من هنا كده من المعصم وهو بيكتب عشان اثبتها عشان عضلاته تبقى قويه، او بمسك القلم من فوق عشان اساعده. انما ما ينفعش امسك القلم بالشكل ده، وهوريكم في الصور دلوقتي ايه المسكات الصح وايه المسكات الغلط. طيب تاني حاجه هي ان انا ما ينفعش ابدا مع ابني مرحله الكتابه والقراءه او مرحله عربي وحساب وانجليزي من غير ما اكون بدات معاه في الاول مهارات ما قبل الاكاديمي، اللي هي التلوين، معرفه الاشكال الهندسيه، ان هو يمشي على النقط، رسم الخطوط اللي هم ال 21 خط الاولانيين. يبقى انا بالنسبه لي مرحله ما قبل الاكاديمي مهمه جدا جدا عشان ابدا مرحله تاسيس صح، وعشان ما اقعش في سن ثانيه او ثالثه ابتدائي انه انا الاقي ابني عنده مشكله اصلا في القراءه والكتابه وخطه وعوجاج القلم والحاجات الكتير اللي احنا بنعملها وبنشوفها اليومين دول. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله موسم دراسي سعيد، يا رب يا رب يا رب بالتوفيق للجميع.